وهي بتغير هدومها بيجي ولد وبيحاول يسرقها، بس الست بتشوفه وبتفضل تصرخ وبتطلب الامن وبيعمل نفسه اغمى عليه وبيقول انا فين، انا كنت بدور على العصايه، وبتطلع مغفله جدا وبتصدق بسهوله، وبيجي الامن وبيحسبه حرامي، بس البنت بتزعله بتقول له سيبه مالكش دعوه بيه، وهو ماشي بتقول له ممكن تيجي عندي البيت عشان ابني زي كده اعمى، والولد بيحاول ما يوافقش عشان ما يقعش في مشكله، وبتترجى وبتقول له ابني بقى اعمى من سنتين من ساعه ما عمل حادثه، لما يشوف ان في حد زيه ممكن يديله تفاؤل في الحياه، والولد بيوافق وبيروح على بيتها، وبيلاقي جايب نجفه ب 20,000 فاصل ب 30,000، يعني لو سرق شويه حاجات تافهه هيأمن مستقبله، وبيروح الولد وبيقعد معاه وبيقول له انا كمان اعمى بس من وانا صغير، وبيقول له ام الولد سيبينا لوحدنا، واول ما بيمشي بيروح يسرق اي حاجه، والولد بيقول له انت بتعمل ايه، وبيحس بيه عشان يتحرك بسرعه، وبيقول له انا واقف بس زهقت من القعده، وبيروح له بيمثل بيقول له انا اعمى من وانا صغير، والولد اللي عمل الحقيقه بيقول له انا كنت راكب مع ابويا وعملنا حادثه وهو مات وانا خسرت عيني، وبيصعب عليه، وبعد شويه امه بتدخل عليهم ومش بتلاقيهم، وبيدور عليهم في البيت كله لحد ما بتلاقيهم في الاوضه وبيلعبوا مع بعض، والولد اللي عامل اعمى بيبص عليها وبتعرف انه مش اعمى، وبتقول انا هتصل بالبوليس، وبيقول لها انا ما سرقتش حاجه، وابنها بيقول لها معلش عشان خاطر